السلام عليكم. فيديو جديد من الفيديوز بتاعتنا النهارده. الفيديو النهارده بيتكلم على منصه لينكد ان. يمكن انتشر بوست مؤخرا ان لينكد ان هو دخان كتير كفته قليل وما شابه. وانا شايف ان ده حاجه مجحفه شويه. تخيل منصه عليها اكتر من مليار واحد، يعني ضمن سكان الكوكب، بما فيهم رؤساء دول ومديرين تنفيذيين وناس بابليك سبيكرز وناس ترينرز وناس ذو علم وموظفين ومديرين مشتركين على المنصه دي عشان يضيعوا وقت او عشان يشوهم اوف، يعني كمان ان هم يستعرضوا. الاجابه لا. بس ممكن استخدامي لينكد ان لسه ما اداش لحاجه معينه. يعني لو انا محتاج لينكد ان عشان اتعين، ممكن الكونكشن بتاعتي ما فيهاش اتش ار للاماكن اللي انا محتاج اتعين فيها، او ناس سابقاني فالبروفايل بتاعهم افضل، فهو اللي بيبقى ليه تفضيل اكتر عند الاتش ار اللي بيشوف البروفايل ده. فالهدف هنا اللي انت تحدد الهدف من استخدامك للينكد ان، فبالتالي البراكتس او استخدامك للمنصه دي هيختلف. يعني لو انا عايز ادور على شغل، يبقى معظم النتورك والكونكشنز بتاعتي بتبقى اتش ار. لو انا عايز اتعلم في مجالي، يبقى انا هضيف الناس الشاطره في الاندستري اللي انا عايز اشتغل فيها او اللي انا شغال فيها. لو انا كمان في حد تقيل، حد مشهور جدا، حد اكزيكتيف، وانا مش هقدر اقابله ان بابليك، اقدر اعمل معاه كونكشن او اعمل معاه فولو واقدر اتعلم منه على لينكد ان. فاجين بعيدا عن البوستات الهزليه، ظبط استخدامك للينكد ان، ظبط بروفايلك للينكد ان، هتلاقي ان الموضوع بالنسبه لك بقى افضل افضل افضل.